في الجو الحر ده مفيش احلى ولا انسب ولا اطعم من ان احنا نعمل التشيز كيك، وكمان لما بيكون بالجيلي بيبقى طعمه احلى واحلى كمان. النهارده ان شاء الله هنعمل التشيز كيك بمكونات اقل تكلفه، طبعا مش اقتصاديه بس اقل تكلفه، من غير جبنه كريمي ولا من غير كمان جيلاتين. هنعملها بطريقه سهله ان شاء الله. هنجيب 3 باكيتات من البسكوت، طبعا بسكوت ساده، اي نوع بسكوت انت بتحبيه، وهنبدا نضربه في الكبه، ونجيب نص كوباية من الزبدة، طبعا لازم تكون سايحة. نبدأ بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعضها. طبعا الكميات دي حسب الصينية بتاعتك، يعني ممكن تعملي بسكوت اقل او اكتر، طبعا حسب برضو الزبدة ما يشربها البسكوت، يعني ممكن يشرب اكتر من كده او اقل، انتي بتتحكمي وتقدري تتحكمي فيه. هنضغط كويس جدا بمعلقة او بكوباية او اي حاجة، وبعدين نسويها كويس وندخلها التلاجة. تاني طبقة هتكون الكريم شانتيه، وانا بجيب كوباية من الكريم شانتيه، طبعا كريم خام، كريمة خام يعني، وهحط عليها كوباية من المياه المتلجة، ممكن تكون كوباية لبن، وهحط عليها 3 قطع من الجبنة المثلثات، وهحط عليها حوالي معلقتين 3 من القشطة، تقدري تبدلي القشطة بالزبادي، وبعدين هحط عليها سكر، طبعا السكر حسب الرغبة. انا بس بقلبهم كده علشان خاطر يبقى سهل الضرب كده بالمضرب. نضرب بقى المكونات دي كويس جدا جدا لغاية ما تمسك ويتضاعف حجمها. كنت نسيت احط الفانيليا، فقمت حطاها بعد ما ضربت كده المكونات مع بعضها، وبدأت اضرب تاني. شايفين بقى القوام عامل ازاي من غير جيلاتين ولا اي حاجة. هنبدأ بقى نحطه على البسكوت، ونسوي كده بقى كويس الكريمة، وبعدين هدخلها التلاجة علشان الكريمة كده تشد وتمسك نفسها. نبدأ بقى نعمل الطبقة التالتة، وهتكون من الجيلي، اي نوع جيلي عندك عايزة تعمليه. الجيلي كمان ممكن تقدري تحطيه في الكريمة نفسها. نبدأ بقى نحط الجيلي باكت او 2، انا كنت المفروض احط 2 بصراحة. المهم يعني هتحطي عليه كوباية من المية المغلية، وبعدين هندوبه كويس ونحط عليه نص كوباية من المية المتلجة. هبدأ بقى اقلبهم واحطهم على الطبقة التالتة. تقدري تحطي التشيز كيك في الفريزر، شايفين بقى شكله عامل ازاي، انا مكنتش لسه حاططها في الفريزر، والطبقات بتاعتها حلوه جدا، وعايزه اقول لكم ان طعمها جميل جدا. زينيها باي حاجه او ما تزينهاش براحتك. ودي كانت نهايه الوصفه، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.